ازاي تعرف تطور من البيزنس بتاعك؟ دايما الكلاينتس لما بتجيلي بتكون ستارت ابس، اول حاجه بتفكر فيها تقولي انا اللي ماسكه المودريشن، وانا اللي بعمل الميديا باينج، وانا اللي بعمل الاوردرات، وانا اللي ببوست على السوشيال ميديا، وانا اللي بعمل كذا وكذا 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 وكذا. طب انت فين الوقت بتاع التطوير؟ دايما بيبقى الناس عندهم يقول لك ايه، انا لو جبت حد انا بعمل بنسبه 100% عشان ده البيزنس بتاعي، لو جبت حد يعمل بنسبه 80% او 70%. ايه المشكله يا جماعه لما يعمل 80 و70%؟ حتى لو 60%، ده واحده هتبدا تعلم الشخص وهيبقى نسخه منك، هيبقى شاطر زيه زيك. لو هو فعلا مهتم ان هو يشتغل هيبقى شاطر. عشان كده بقى مهم وانت بتختار الشخص ده تختار شخص بيتطور بسرعه واوريدي عنده اكسبتنس ان هو يطور. فلما هو يمسك المودريشن وتجيب حد يمسك السوشيال ميديا وحد ميديا باير، فانت دلوقتي تفرغت ان انت تكبر، تفرغت انك تجيب كلاينتس جديده، تفرغت ان انت تحسن الباكجنج بتاعك، لونشنج لبرودكت جديد، تعمل ديزاين جديد لو انت فاشن ديزاينر، وهكذا. فعشان تطور من البيزنس بتاعك لازم ناس تساعدك، لازم ناس تساعدك. ما ينفعش ان انت تكون بتعمل كل حاجه وتقول ما حدش هيعرف يعملها زيي. لو قعدت تقول كده عمر ما البيزنس هيكبر. هتجيب وقت منين تعمل الكلام ده كله؟ احنا مش سوبر هيروز، احنا بني ادمين طبيعيين. فهات ناس تساعدك عشان تعرف تطور في البيزنس بتاعك وتتفرغ للموضوع. واستنوني التبس الجاي.